Shift Kora. Drum beats in the desert night. Hot heat and the game feels right. They dance to the drums delight. They chant Shift Kora. Shift Kora. Shift Kora. Shift Kora. And we feel alive. African dream alive. We feel alive. And we feel alive. African dream alive. زي ما انتم شايفين احنا هنتكلم عن الاربع منتخبات العربيه اذا كان مصر تونس المغرب والجزائر. نبدا بقى بايه بقى؟ نبدا بالناس المستضيف بقى. المستضيف والناس اللي مسيطرين على التيك توك بالظبط كده. حبايبنا واهلنا اهل المغرب اللي مش هنقابلهم ان شاء الله غير في النهائي بعد ما نوصل الى دور النهائي. نتكلم بقى عن ايه في المغرب؟ انا عايز اتكلم في الاول قبل بقى الكوره وبتاع. انا بصراحه بشكر جدا جمهور المغرب. انا فرحان ان احنا حسيت ان احنا بنلعب في استاد القاهره والله ده حقيقي. يعني مدينه اغادير دي فيها التراس مصر مش يعني نفس الكومنت الناس كلها بتقوله تحس ان انت بتلعب في استاد القاهره. يعني بصراحه يا بخت الناس اللي راحت، ويا ريت يا جماعه تبعتوا لنا دعوه كده، تذكره طيران كده، فيزا كده، تاشيره كده، اي حاجه يعني. مش اخواتكم الشفيته. انا خايف بس اول ما نروح نلاقي مصر خرجت انا مصر خرجت ولا حاجه. فلا بصراحه الناس كلها مجمعه على ان المغاربه يعني حتى هم نفسهم بيقولوا ان احنا بنشجع المنتخب الاول هو المنتخب المغربي، المنتخب الثاني هو منتخب مصر. في ناس تقول لك انا بشجع مصر اكتر. يعني في هم حابيننا قوي ده حقيقي. وشافوا ان احنا ده لما جم عندنا في بطوله 2019 ولما شجعناهم في كاس العالم، فهم الناس يعني هي القلوب عند بعضها بصراحه. ماشي، تتكلم بقى عن ايه بقى؟ اول حاجه شويه كوره بقى. احنا سمعنا اراء الناس والمغرب استضافتنا واكلنا معاهم وشربنا شاي المغربي. ايه هي بقى نخش بقى في الهوت توبكس؟ الهوت توبكس انا شايف هو وليد الركراكي. وليد الركراكي عنده مشكله غير ان هو عنده الايجو عالي. هو معاه لعيبه فنيا فرديا عاليه قوي، بس على ارض الملعب هو لحد دلوقتي انا حاسس ان هم كان عندهم نفس مشكلتنا واحساسنا مع حسام حسن، اللي هو احنا هنخش البطوله دي نلعب ازاي. ايه مشاكل الدفاع؟ يعني ايه الحاجات اللي بتواجه منتخب المغرب؟ يعني هو اكتر حاجه مشكله بالنسبه للمغرب دلوقتي ان انت عندك السنتر باك الاساسي وكابتن الفريق رومان سايس اتصاب. فهو حتى جه يحط مكانه قصب بقصب يروح منزل اليميق، فحس ان هو لا مستوى بعيد وما كانش احسن حاجه في ماتش مالي. فهو دلوقتي عنده مشكله في المركز ده، لان نايف اجرد لوحده مش هيبقى كفايه يعني. نيجي بقى الحته بتاعت صناعه اللعب. هل شايف ان اوناحي بيلعب لوحده في الحته دي، ولا ممكن نقول ان دياز بيساعده بطريقه اندايركت عشان هو مهاجم في نفس الوقت؟ احنا ممكن نقسم الحته دي جزئيتين. لو نمسك في قلب الملعب نفسه، مشكله ماتش مالي ان كان موجود ومرابط كورته مش احسن حاجه خالص. مش هو اللعيب يعني. حتى في كاس العالم 22 هو من الاخر الدستروير، هو دستروير. هو بيقطع كوره. فكان اوناحي بيضطر كتير جدا ان هم كان الثلاثي اللي بيلعب كان مرابط واوناحي والعيوني او العيناوي، مش عارف لو بنطق اسمه صح. اسمه صح تقريبا العيوني باين. العيناوي. اوكي. يا رب نكون بننطق اسمه صح. المهم فالثلاثي ده انت عندك اوناحي هو اللي بيطلع الفريق من تحت، ومرابط هو دستروير. فكورته مش هتبقى احسن حاجه لو هو زي ما هم لعبوا 4-1 في الماتش بتاع مالي في الاول، وهو حتى حاول يصلحها بس هو نيلها. يعني هو راح عمل تبديله غريبه جدا في الدقيقه كانت 75 حاجه زي كده، لما طلع اهم اتنين عنده، طلع اوناحي وطلع دياز. فدي كانت عكس التوقعات خالص. حتى لو هو راح نزل الزلزولي ونزل الخنوس، احنا محتاجين اصلا نشوف الزلزولي في نفس الوقت اللي بيلعب فيه دياز، علشان ده واحد يخدموا جنبه لبعض. وده واخد الجنب التاني. ما ينفعش يبقى انت معاك وينج شايل ناحيه اللعب كله عليه، فطبعا الباكات والدفاع متوجه عليه صح. وبعد كده رحت انت شايله ومشغل ناحيه ثانيه. طب ما هما الاثنين يبتدوا في نفس الوقت. مش احنا كده يعتبر اتكلمنا عن المنظومه الهجوميه بشكل عام، بس ما اتكلمناش عن قلب الهجوم بتاع المغرب. ايوب الكعبي اللي هو بيصحى ينام على دبل كيك. انا شفت يا جماعه كميه ريلز عن الموضوع ده. اي حاجه يعني واحد داخل بيتمشى فقام عامل دبل كيك علشان يحضر التوست عشان يفطر عشان يصحى تاني يقوم متشقلب داخل في السرير. فبصراحه يعني الكعبي مدينا شويه دبل كيكس يعني اسطوريه، حاجه يعني كده الناس تفضل فاكراها بيها، زي الدماغ بتاعت يوسف النصيري وكاس العالم 2022. نفس الحكايه ايوب الكعبي بيدينا كده طابع عن كور زلاتينيه
زلاتان ابراهيموفيتش على طريق كريستيانو على طريق زلاتان، الحاجات بقى الاكروباتيه دي بصراحه. فلا انا شايف ان هو لحد دلوقتي بيقدم اداء ولا اروع. وقع في مباراه واحده بس، المباراه الثانيه بس مالي دي بس غير كده لا بيقدم مستويات يعني كويسه جدا بصراحه. انا اللي بستغربه في الدبل كيكس دي ان هو يعني بحس ان في اي جون دبل كيك شفناه كان غريب. اللعيب اتحط في موقف صعب قوي، الكره كانت عاليه جدا، الكره وراه، فهو اضطر يعمل كده. انا بحس ان هو مقرر وهي مرفوعه، هو مستمتع، انا هلعبها دبل كيك. ايوه هو مستمتع وبيعرف يعني جسمه مساعده، وهو بصراحه جسمه اكروباتي زي هالاند زلاتان رونالدو في اوقات كتيره. فلا هو يعني عنده الحته دي عاليه قوي. هو هجومهم جامد جدا، هم لو استغلوه مع الوينجات زلزولي ودياز هتفرق جدا معاهم بصراحه. وحبيبي بيعشق تونس، ونخش على حبايبنا الناحيه الثانيه، اخواتنا التوانسه حبايبنا. وتونس ومشاكلهم ان هم حبه فوق وحبه تحت، حبه بيلعبوا كوره ممتعه تمزجك، وحبه تحس ان هم ده مش المنتخب اللي كان لسه بيلعب من شويه. ايه حكايه تونس؟ هي تونس عامله زي ارسنال ايام ارسن فينجر، او نقول دلوقتي او نسميهم بشكل عام هم السبيرز توتنهام بتاعت المنتخبات. فريق فيه اسامي وفيه فنيات عاليه قوي، وفريق تحس شكله شيك وكورته حلوه، بس هم حبه فوق وحبه تحت، وبيعملوا ماتشات تقيله جدا مع فرق من عتاوله القاره. بس الماتشات برضو بتروح عليهم. هيقابلوا مالي، ده ماتش كلح جدا عليهم، كلح على التوانسه. يعني هم اصلا عندهم شويه مشاكل، تونس عندها شويه مشاكل دفاعيه لحد دلوقتي. عندهم مش عارفين يحددوا احنا هنلعب ب4 ولا هنلعب ب3. كان في ماتش نيجيريا بدأوا ب3، بس زي ما احنا كنا لسه بنتكلم ال3 اللي هي ملهاش فايده، بمعنى ان احنا هنقف ورا الكوره مع فرقه بتلعب اللي هو في نيجيريا يعني بتلعب ب2 سنتر باكات في المساحه اللي هي بين 3 و2 و3 و2، فكانوا مسمرينهم. فكان في اي خلخله في الضغط بتخلق مساحه اكبر من الموجوده اصلا، واستغلها اوسمان للصبح اصلا في الماتش ده. فهم مش عارفين يظبطوا الحته دي في الدفاع قوي. وفكره انت تسيب الياس الصخيري لوحده قدامهم، قدام ال3 المدافعين، يعني برضو مش احسن حاجه. اللي انت عندك في نص ملعب واحد زي فرجاني ما عندوش مجهود بدني قوي، فدي مش احسن حاجه. ان انت برضو لازم محمد بن رمضان تستخدمه صح. الراجل ميزته هجوميه اكتر وفي قلب الملعب، ما كانش ينفع زي في ماتش نيجيريا، كان راجل متطرف صح. تحسه ما اعرفش هو كان قاصد كده ولا لا، بس تحسه اكنه كان هاف وينج باك في اول الماتش قبل ما تتقلب تاني 4. فهم عندهم شويه مشاكل في الحته دي بصراحه. انا بحس بقى ان في تونس دايما في مشاكل، ان هم عندهم كواليتي عاليه جدا وفي نفس الوقت هم مش عارفين يستغلوها. عندك واحد زي بن رمضان وحنا بعل وكمان فرجاني ساسي، فيعني لعيبه كبيره واسامي كبيره، بس في نفس الوقت هم مش عارفين يستغلوا الاسامي دي. فانا مش عارف ليه، بس في نفس الوقت انت عندك اسامي لو عرفوا ان هم يتناغموا هم هيقدموا حاجه ممتازه، وبعدين هيشغلوا الهجوم. الثلاثه بيعرفوا يصنعوا لعب كويس جدا، اذا كان بن رمضان اصلا اللي هو صانع العاب، وطبعا فرجاني ساسي اللي احنا اتفرجنا عليه في الدوري المصري، وحنا بعد نجم مانشستر يونايتد. فهم الثلاثه بيعرفوا يلعبوا دفاعيا وفي نفس الوقت هجوميا متوازنين جدا، بس ليه بقى مش عارفين يوصلوا لقدام؟ دي مشكله انا مش قادر اوصل لها الحل لحد دلوقتي. هو انا بحس علشان هم اضطروا ان هو يتفككوا عن بعض زي ما حصل في ماتش نيجيريا، وكنا بنتكلم عن مشاكل الدفاعيه. فالرسمه بتاعت اللعيبه، الياس الصخيري معزول عنهم اصلا. الياس الصخيري كورته حلوه جدا كسي دي ام، يطلع بالكوره كاريجيستا، مع وجود واحد يعني مايسترو زي فرجاني، مع واحد عنده مجهود زي محمد بن رمضان، مع بقى فنيات عاليه وصحه. وكل ده ومش عارفين يوصل. هو بيتحطوا ازاي؟ زي ما انا لسه بقول لك، الرصه اللي اترصت في ماتش نيجيريا لما حتى هو بدا يظبط الدنيا شويه، الفريق بدا يرجع. مش هقول لك ان نيجيريا يعني كانت بتلعب لعب جد للاخر، هي برضه فتحت ثابت الدنيا شويه. بن رمضان اول ما ابتدى يشد حلو وهو كمان اتصاب، هو كان لسه جاي يحطه في قلب الملعب، حصل معاه الاصابه دي من كوره. هو كانت اصلا المفروض هو رايح ياخد الادفانتج وراح على الجون، وكان رقص الجون وشاطها، بس الحكم ما عدلوش الادفانتج وصفر على الفاول اللي كان في الاول. فهم حظهم وحش، مش عارفين ان الاربعه دول يتولفوا يبقوا موجودين في نفس الوقت جنب بعض. فانا شايف دي اللي مصدره مشاكل هجوميه ليهم. طب يعني ايه اللي بقى اللي ناقص هجوم تونس؟ ان زي ببساطه ان اللعيبه دي لو لعبت في مكانها صح وتوظفت صح ما يبقاش معزوله. ما انا مثلا واحد زي حنا بعل، انا عارف ان حنا بعل احنا كنا مثلا من بطولتين كنا بنقول مين ده او عمره ما هيوصل. لقينا مره واحده راجل انفجر في اوروبا، مع ان هو دلوقتي بقى انا بشوف الكوره في رجليه في تونس، لا راجل عنده الحل. يعني تترمي له الكوره ممكن يلم واحد والتاني ويرفع وشه وبتاع، بس مش هيلعب لوحده. فاين كانت التشكيله هتختارها تونس سواء ال3 او سواء ال4، لازم اللعيبه دي يبقى فيه مثلا هاف وينج باك حقيقي، مش واحد زي محمد بن رمضان يلعب بيحاول شويه كده وشويه كده. بالعكس، ده هاف وينج باك يساعد محمد بن رمضان، او يلعب ب4 عادي، ويبقى فيه اظهره ناحيه محمد بن رمضان وناحيه حنا بعل،
وترجع بقى فرجاني مع الياس صخيري يبتدي يلعبوا سوا في نص الملعب، هيبقى عندك فرص كتير يعني. يعني فهو ده اللي ناقصهم في الحته بتاعت نص الملعب. وعلى فكره مش بس المواهب عندهم والميزه في نص الملعب بس، يعني عندهم 2 لعيبه حلوين جدا، الياس العاشوري، وفي لعيب كده انا يعني سمعت عنه لما دخلنا في البطوله اسمه التوانكيتي او التنكاوتي حاجه زي كده، بيلعب في سيلتيك، وكانوا تقريبا هو ليه اصول اوروبيه دنماركي حاجه زي كده، بس هو اختار ان هو يمثل تونس. فانت عندك قدام برضو في شويه مواهب ممكن تستغلها مع الكواليتي العالي في نص الملعب ده. فانا شايف ان تونس هي للاسف سكتها رخمه، هتلاعب مالي ماتش كلح، وفي سكتها تقريبا برضو السنغال، فهي هتلعب ماتشات تقيله، فلازم اللعيبه دي يعني يتوظفوا صح علشان يعدوا الماتشات دي. اوكي، نخش بقى من تونس على الاخت الاكبر عربيا وهي الجزائر، الاكبر مساحه يعني. ايوه الجزائر انا شايف لحد دلوقتي هي بتقدم امتع كوره عربيه، امتع كوره في المنتخبات العربيه الاربعه او الخمسه اللي بيشاركوا في البطوله. لا يعني الجزائر ممتعه، الجزائر مقنعه، رياض محرز فايق، منتخب بيلعب كوره عكس اللي كنا شايفينها قبل بدايه البطوله، وهي الكوره الجماعيه. كان دايما المشاكل اللي عند الجزائر ان هم عندهم لعيبه كتيره جدا ولكن ما عندهمش الحته الجماعيه، فهم عندهم نجوم كتيره بس تعالى بقى نمسك خط فيهم. يعني دلوقتي لو هنبدا بخط الدفاع، انت خط الدفاع دلوقتي في مين اصلا؟ هو خط الدفاع في الجزائر بصراحه انا شايف ان هو صلب جدا. يعني انت عندك عيسى مندي، وعندك رامي بن سبعيني، عندك مش عارف هو هيلعبها بس ب4 ولا زي الماتش بتاع بوركينا فاسو لما لعب ب3، فعندك ايت نوري برضو يتحسب برضو على الدفاع. فانا شايف ان خط الدفاع في الجزائر ثابت وهيقدر يعتمد عليه. وعلى فكره هو اختبر خط الدفاع، يعني زي ما انت قلت عندهم هجوم كاسح، وده اللي حصل في ماتش السودان. نزلوا كان ممكن يخلص الماتش اكتر من 3، بس هو اختار في الماتش اللي بعديه الصعب اللي هو قدام بوركينا ان هو يلعب ب3 ورا، ويلعب بقى زي ايه يقفل ويكلح وكده. فانا مش عارف، خط الدفاع بتاعهم قوي جدا على فكره حتى كاسامي. هو عندهم زي ما قلنا الاسامي الموجوده وبتاع. حتى لو ماتش بوركينا كان فيه شويه صعوبات، فكره انت برضو تنقل جوه الملعب التشكيل بتاعك عامل ازاي. فيعني عانوا شويه بعد الشوط الثاني قدام بوركينا، بس هم دفاعهم يعتبر دفاع صلب. يعني حاسس ان الجزائر ممكن نقول نقط قوه عندها في الدفاع ان موجود الاسامي دي بصراحه. وعندهم برضو لو هنخش في نص الملعب بقى، الخط اللي بعده نص ملعب شرس جدا. في اسامي زي مين؟ بالناصر، عندنا بالناصر، وفي نجم انا شايف ان هو مش هقول نجم، المفاجاه اللي انا بالنسبه لي يعني، وبرضه ناس كتير، هشام البوداوي او بوداوي، مش عارف انا بنطق اسمه صح ولا لا. برضه اللعيب ده اتوظف في كذا شكل، يلعب جنب بالناصر، يلعب 8، يلعب 6، فبرضه موهبه ولعيب صغير وعنده مجهود، لايق على شكل الدفاع اللي بيلعب وراه ولايق على المنظومه الدفاعيه بتاعت الجزائر. فانا شايف ان هم عندهم لو مسكنا كده زي ما احنا دلوقتي موجودين في خط النص، يعني عندهم مش هقول اكتماليه، بس عندهم فرده واتنين في كل مركز. يعني احنا لما مين التالت بتاعهم؟ هو بص، هو في ساعات كان بيلعب بمازا، بس ده تالت هجومي شويه، وساعات بيحط مازا ده في الخط القداماني خالص. فانا مش عارف بالظبط مين اللي ممكن يستخدمه تالت قدامهم، بس لحد دلوقتي ممكن نقول مازا موجود في الحته دي، او العموري او عموره، مش عارف. عموره بيقدم اداء ممتاز مع خط الشمال. وعندك على اليمين طبعا الكابيتان ورياض محرز، وعندك في الهجوم بونجاح بقى. وبرضه عموره ساعات مع بونجاح، الاسطوره ابو نجاح. بس عموره يعني وينج بيقطع بيكات انسايد، بس بونجاح بيقدم مستويات كويسه جدا حتى كمحطه، مش شرط ان هو بيجيب الاجوان، بس قادر يخلق فرص كتيره قوي للناس قدامه. عموره بيقدم مستويات قويه جدا ولعيب سريع جدا جدا جدا. وخلي بالك هو بيلعب عشان عوار مصاب، فان يبقى بديل بالشراسه دي. وخلي فكره هو بيلعب في الدوري الالماني، فممكن بعد كده لما عوار يرجع يلعب هما بالاثنين مع بعض يعني. فمش عارف بقى ساعتها هيبقى بقى عارف ان هي المشاكل الصحيه زي ما بيقولوا، اللي هو ممكن يقعد مازا، يقعد عوار عشان لسه راجع. فلا مشاكل جميله يعني ربنا يوعدنا بيها. طيب نروح بقى لمنتخبنا، المنتخب المصري. يلا بينا. لو عايزين نتكلم بقى عن ايه نقط القوه والضعف وشويه التكتيكس بقى بالنسبه لنا احنا، فلو جينا نمسك خط كده عندنا، ماشي. احنا عندنا في خط الدفاع، احنا كنا قبل البطوله حاطين ايدينا على قلبنا بنقول منتخب مصر عندنا اضعف حاجه عندنا هي خط الدفاع. صح. اللي انا شفناه في ماتش جنوب افريقيا ان هو اقوى حاجه عندنا، اقوى حاجه عندنا ان احنا بنلعب بشراسه وبقلب وبتاع. بس انا برضو شايف
ان احنا ما نتخدعش بفكره ان احنا لعبنا 3 فهي ال3 اللي مأمنانا، لا احنا نفذنا ال3 صح، فعلى اساسها لعبنا ماتش تقيل قدام جنوب افريقيا. احنا مفيش حاجه مأمنانا غير ان احنا رجاله. أيوة. زي ما بيقول اسلام فوزي، احنا رجاله قوي. أيوة. احنا رجاله جدا. مفيش اي حاجه فعلا انت تقدر تقول عليها غير ان انت بتلعب راجل، زي نفس الروح عند حمدي فتحي بالظبط، ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم، 3 نجوم المباراه اللي فاتت، قصدي اللي هي جنوب افريقيا. فانت مفيش حاجه هتميزها غير ان انت بتلعب راجل. حتى والله في الهجوم يعني بتضيع وبتاع، بس راجل بتخش تشوت، هو روح حسام حسن، تحس ان هو ناقلها للعيبه. عارف المدرب لما بتشوف التاثير بتاعه، هو ده حسام حسن. بس احنا برضو لو هنتكلم بقى بشويه عقل، حتى لو انت بالرجول، يعني انا شايف الرجوله لوحدها مش تبقى كفايه. انت داخل على ماتشات في فرق هيبقى فنيات عاليه قوي، فصعب ان انت يبقى حلك الوحيد ان انا بلعب راجل واقف ورا. خد بالك الجيم اللي احنا لعبناه قدام جنوب افريقيا بعيد عن الشوط الاولاني، انت الشوط الاولاني لعبته صح وبتلعب ميديم بلوك، واقف بعيد شويه عن مناطقك. الشوط الثاني ريسك. انت صعب ان انت انا عارف ان احنا عشان واخدين كارت احمر، بس قصدي مثلا لو احنا فكرنا ان احنا هنعرف ننام ورا زي ما عملنا ايام كيروش، وان احنا هنقف ورا كلنا ونشلح الكرة وخلاص، لا ده مش هيبقى حل. ان انت هتضغط 90 دقيقه كامله من فرق عندها فنيات عاليه. طب نخش على نص الملعب بقى، والحمد لله نص الملعب المره دي هو تقريبا من اقوى برضو الخطوط الموجوده. حمدي فتحي، وهو طبعا نص ملعب مش هعتبره مدافع، ومعاك مروان عطيه، وممكن بقى الثالث نعتبره امام عاشور، او نعتبره ده انت كمان ممكن تحسب زيزو وتريزيجيه او زيزو، ليهم ادوار كأنهم هافات مش بس لعيبه وينجات. يعني بص، انت مش قادر تمسك نص الملعب ده من حته، لان انت برضو مش عارف تخلي بقى تريزيجيه وزيزو دول بقى نصاص ملعب ولا مهاجمين، ولا مش عارف تحط لهم في حته. بس هو انت كاداء بشكل عام هم بصراحه يعني عاملين شغل عالي جدا، ادوار مركبه كتيره جدا. ده اللي احنا شفناه حتى في ماتش جنوب افريقيا الشوط الاولاني. تريزيجيه طول الشوط الاول هو مرحل صح على الراجل الخطير بتاعهم، على الباك رايت بتاعهم. اخده يمين وشمال. ما هو لما تعب الشوط الثاني في الدقيقه حاجه و70، زيزو عارف، انا عارف ان زيزو طبعا الناس زي ما عليه جامد علشان هو ضيع كور مضحكه في ماتش انجولا، وانه كتير جدا مخدوع. مش هقول مخدوع، احنا دلوقتي الراجل ده عالي قوي بدنيا، بس ده في الدوري المصري، فهو بيحاول يعمل حاجات اللي هو بيشوفها في الدوري، بيجي تحصل مع الافارقه ما بتكملش، بيجي يكاتف ما بتروحش، يزق كره وعايز يجري درجن ما بتجيش، مش هتيجي معاه. بس برضه انا شايف ان زيزو مهم طبعا كنفس عندنا، وراجل انا شايف ان زيزو يعني جندي. الراجل ده كان في الماتش كان بيتعمل له ادوار مركبه في ماتش جنوب افريقيا الشوط الاولاني. امتى؟ لما حمدي فتحي هينزل وهو يضم في القلب ويسلم المان بتاعه مع محمد هاني، فانت محتاج واحد زي زيزو في التحولات ومحتاجه في الدفاع، ده حقيقي. وان هو يرد. زيزو ردته سريعه، بيرجع بدري مع زمايله، فهو هنحتاجه كتير جدا، ويلعب في مركزه بس اهم حاجه. طيب نخش بقى على خط الهجوم، واللي هنتكلم بقى عن خط الهجوم كتير قوي. عندك بقى صلاح، مرموش، ونقدر نحط مصطفى محمد. بصراحه انا شايف ان هم لحد دلوقتي كفوا، زي ما بيقولوا كفوا. بص انا هقول لك حاجه، انا شايف ان احنا لو في الماتشات التقيله الحل هيجي من لعيب وهيجي من مرموش بصراحه. حتى لو صلاح هنقول ما هو بلمسه زي في ماتش زيمبابوي، مع انه ما كانش موجود خالص في الماتش، او حتى في ماتش جنوب افريقيا، الراجل بس كفايه ان هو ينزل يطلع حد كده يعكس كوره كده. بس قصدي اقول طبعا دي كلها مفيش حاجات دي هيعملها غير صلاح في المنتخب، ده حقيقي. بس القصد اقوله الهجمات المتكرره والطلعات المنظمه، انا هبقى واثق في مرموش. صح. مرموش ممكن ينزل اللي هو الفولس 9 او تتسمى السكند سترايكر اللي بينزل. الراجل فعلا عنده سريع، جسمه مساعده شويه، ناشف، بيعرف يعدي، بيلعب بيمينه شويه وشماله كمان كتير جدا. تحس ان مرموش اللي هو بينزل هات الكوره انا هتصرف، عنده الحل، بيعرف ياكل وياخد اللعيب اللي قدامه، فهو هيبقى من لعيب الشاب المتنفس المتنفس اللي يخرجنا. يعني انت في ماتشات هتبقى صعبه قوي، هتبقى محتاجه لعبه. صح. انا بحس ان مرموش اكنه زين الدين اكنه محمد زيدان بتاع الجيل الذهبي. ايوه صح. بقى مع بعضينا دور ال16 احنا ممكن نعرضه دلوقتي على الشاشه. زي ما احنا شايفين مالي مع تونس، سنغال، سودان، مصر وبنين وكوت ديفوار وبوركينا فاسو. هي دي الجزء بتاعنا ناحيتنا. الحمد لله برضو الناحيه الثانيه فيها قلق كتير قوي لو تاخد بالك، يعني السنغال تروح هناك بس والله هي دي الوحيده اللي كانت تفرق معانا، تعملها لنا وتوديها هناك. وكوت ديفوار بصراحه ما تنساهاش، دي على فكره عقبه كبيره جدا ما حدش يتخدع بيها خالص. يعني ما تتخدعش بيها خالص. تعالى نمسك واحده واحده. بنين، مصر هتعمل ايه قدامها؟ ان شاء الله هنعدي. يعني هو منتخب مش هقول ان هو سهل قوي، انا اتفرجت له على ماتش السنغال لان الماتش ده كان هيفرق معاهم عشان يتاكدوا من التاهل، بس لا فرقه رخمه، عندهم المهاجم رقم 9 ده رخم، يا رب ما يقلقش الدفاع بتاعنا، بس ان شاء الله هنعدي يعني ان شاء الله. ماشي. طب توقعك ما بين مالي وتونس؟ مالي وتونس، انا حاسس ان ممكن مالي تطلع تونس.
تونس مش عارف لحد دلوقتي تلعب ازاي بالظبط، عندها شويه مشاكل دفاعيه. مالي منتخب منظم، العكس بقى، ممكن يكون منتخب ما عندوش فنيات عاليه بس منظم جدا، منظم جدا وعارفين بيعملوا ايه بالظبط. هم على فكره منتخب رخم جدا وعندهم الدبابه اليو ديانج يعني. ايوه عايز اقول لك ان ديانج ده اللي احنا مبهورين بيه في مصر موجود هناك معاهم، في مع جنبيه لعيبه لما بشوف في النشيد الوطني لعيبه 192 سم 193 سم لعيبه باسكت. ماشي، يعني انت شايف ان مالي، انا برضو شايف ان مالي بنسبه كبيره ممكن تطلع تونس للاسف. ان شاء الله تونس تقدر تعملها وتطلعها يا رب يعني، بس انا حاسس ان ما ماتش تقيل قوي على تونس. السودان والسنغال يا سلام لو السودان عملتها يا ده يبقى فرح، اصلي لهم ده فرح. هي السنغال بص مش نفس النسخه اللي احنا كنا بنخاف منها، بس برضو منتخب بيعرف يكسب ومعاه اسامي من اقوى الاسامي اللي موجوده دلوقتي في القاره يعني. فبصراحه شايف ان هو ماتش صعب قوي قوي على السودان بصراحه. طب ماشي، توقعاتنا لحد دلوقتي مالي تقابل السنغال ومصر تقابل طبعا كوتيفوار، مش محتاجين نسالها. كوتيفوار. ماشي، نروح بقى الناحيه الثانيه من الشجره. ساوث افريكا والكاميرون المغرب وتنزانيا، الجزائر والكونغو الديمقراطيه ونيجيريا وموزمبيق. نقدر نقول الناحيه دي تحس ان انت عارف الاربع فرق اللي هيصعدوا، بس في ضرب نار برضو يعني. حتى بص الماتش جنوب افريقيا والكاميرون الوحيد. جنوب افريقيا لا، انا شايف ان بص ماتش الجزائر والكونغو ده ماتش قوي جدا. الكونغو ده منتخب كان عايز يكسب السنغال وتعادل معاهم، ولحد اخر دقيقه في الماتش الثالث انت مش عارف الكونغو الاول ولا السنغال. ايوه، فانا شايف ان لا، الكونغو والسنغال، الكونغو والجزائر ماتش قوي بس جدا. بس الجزائر كعبها عالي البطوله دي، انا حاسس ان هم هيخلصوا. ممكن لا يعني، ما هنيجي للتوقع ده، بس الناحيه دي ضرب نار. الناحيه دي كان بجد كان فاضل لها السنغال تيجي الناحيه دي وكانت كلها تبقى مرعبه بصراحه يعني. نيجي نمسكها واحده واحده. طب ماشي، انا اول حاجه اتوقع الكاميرون قدام جنوب افريقيا. هقول الكاميرون برضو. ماشي، المغرب المغرب طبعا، المغرب وتنزانيا اخواتنا حبايبنا. طبعا. ماشي، الكونغو الديمقراطيه والجزائر، انا اتوقع الجزائر. انا ماشي ورا المنطقيه بصراحه. ماتش صعب قوي بجد، بس انا شفت منتخب الكونغو ده اتخضيت يعني. تتوقع مين؟ لا هقول الجزائر. خلاص تحورش. الجزائر. ماشي، نيجيريا ولا موزمبيق؟ نيجيريا مستريح. يعني هيبقى في مواجهات ناريه قويه جدا من اول دور الثمانيه. دور الثمانيه ممكن نقابل مواجهه ما بين مالي والسنغال، او تونس والسنغال، ومصر وكوتيفوار، والجزائر ونيجيريا والمغرب والكاميرون. لا بجد انا شايف دور 8 مشتعل قوي مشتعل. فمش عايزين نتوقع هنا، تعال نسيبها لحد كل دور لوحده. وان شاء الله مصر تصعد، اهم حاجه من بنين يا رب. ويا رب يعني نقدر نوصل احنا واخواتنا العرب لأبعد مسافة ان شاء الله في الادوار الترجيحية. كفاية كده كلام قوي في الحلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، كومنت وسبسكرايب، واهم حاجة اخواتنا يعني تعمل تفعل الجرس، انا دي نسيتها. بس اهم حاجه اخواتنا بقى العرب يعني يا ريت تتفاعلوا معانا كده شويه وتقولوا لنا توقعاتكم، هل هي شبهنا ولا شايفين حاجه مختلفه عننا. ولو عندكم اي حاجات حابين ان احنا برضو نتكلم فيها الفتره اللي جايه يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات. ولو في لعيبه احنا نسيناها كده او كده برضو حاولوا تساعدونا وتقولوا لنا لعيب احنا مش شايفينه ونحط العين عليه، حاجه في غير اللي احنا بره اللي احنا قلناه. يا ريت تقولوا لنا سكاوتنج على لعيبه معينه برضو. بس كده، يلا سلام عليكم. يلا سلام.